اتفاجئت امبارح بترند لضيفة في قناة فضائية كبيرة جدا. كان ليها من شهر بالظبط فيديو إباحي على السوشيال ميديا. فيديو إباحي، مش فيديو مش مظبوط، مش فيديو قليل الأدب، لا لا، فيديو إباحي كان بيتباع بفلوس على السوشيال ميديا للشباب عشان يتفرجوا عليه. طيب، هل احنا مستضيفينها ليه؟ مستضيفينها عشان نعرف منها كيفية صناعة الترند عن طريق قلة الأدب، أو عن طريق فعل الفحشاء؟ مش اسمها كده؟ مش كان اسمها كده؟ اللي زي دول زمان كانوا بيتوقدوا، كانوا بيموتوا. بيجي كده الراجل العيلة بيحبسها، يحلق لها زلبطة وتتحبس. بس احنا دلوقتي تطورنا وبقينا بنسامح، وبقينا بنقول اللي منكم بلا خطية يرميها بحجر. تمام، ما عنديش مشكلة، تستخبى بقى، تتدارى، تتوارب، ما توريناش وشها عشان دي واحدة عاملة مصيبة. انما بسبب ضعوا بعين قوية ويقولوا في ايه؟ صورته، كان جوزك. هو لو جوزك هيصور حاجة زي كده ليه؟ وجوزك وصور، مشكلتكم. انتي بتقدمي اساسا محتوى ايه على السوشيال ميديا غير محتوى عري ومحتوى اباحي؟ ولا كل مذيعة مش عارفة تبقى مشهورة، ولا عارفة تبقى ترند بقالها اسبوعين ثلاثة بأي حوار من حواراتها تروح راحة جايبة حد شمال تطلعه معاها عشان خاطر تبقى ترند؟ طلعي على صفحتك، اعملي ده في السوشيال ميديا، محدش يقدر يكلمك. لكن في التلفزيون لا، لان التلفزيون ده هوية البلد. لما دول بيظهروا يبقى ده العادي بتاعنا، يبقى ده طبيعي ان دول يظهروا، يبقى احنا موافقين على اللي بيحصل. فين المجلس الاعلى للاعلام؟ فين الحاكم والرابط والضابط؟ يا فندم، احنا بيتوقف لنا احيانا على كلمة، على لفظ، على حرف، على حركة. كمذيعة قال لي كده غلط، مينفعش تتعرض، تتقص، تتشال وتبقى كلمة عادية. لما بيظهروا الاشكال دي، فين المجلس الاعلى للاعلام؟ فين؟ من كام شهر انا كنت عامله فيديوهات وزعلانه قوي ان كروان مشاكل بنستضيفه، وبتوع التيك توك بنستضيفهم، ولا زلت زعلانه، ولا زلت شايفه ان ده مش المحتوى اللي يتقدم. انما لما نوصل ان احنا نقدم الناس اللي بيعملوا افلام بورنو، عيب بقى، عيب بقى، ما يصحش بقى. ما وصلتش لكده. احنا لسه بلد متدينة وتعرف ربنا، وعندنا بنخاف من الكلام وبنخاف من الحركة، ولسه بنصلي، لسه نعرف ربنا. ما وصلناش لكده لسه. منتهى الاشمئزاز، منتهى القرف لما تلاقي الامثال اللي زي كده بتظهر. واللي بيقهرني اكتر انها ما بتجيش من مذيعة مغمورة، يعني مذيعة ما حدش يعرفها. يعني لو عملت ده نقول ما ليها عذرها، ما حدش عارفها ونفسها تتشاف. لكن لما يبقى مذيعة كل يوم والتاني طالعة بترند شكل، سواء على حياتها الشخصية أو في التلفزيون أو في حلقاتها، وتيجي تستغل ده، يبقى عيب بقى عليكي بقى، عيب بقى، عيب على اللي خلوكي مذيعة ولا إعلامية ولا ادوكي كارنيه ولا ادوكي أي حاجة ولا طلعوكي على تلفزيون.